حر الصيف مش هزار. في الصيف جسمنا بيحتاج كميات كبيرة من المية وبيصرخ وبيقول أنا عايز مية، لكن إحنا بنعتقد إن أي مشروب بارد يعني صحي، وده مش صح. لا المشروبات الغازية ولا العصائر الجاهزة تنفع إن إحنا نقول عليها صحية، لأنها عالية السعرات، تحتوي على كميات كبيرة جدا من السكر اللي مباشرة بيتحول لدهون، وجسم الإنسان بيتكون من 50 ل 75% من تكوينه مية. لما بتزيد الدهون ده معناه إن كمية المية أكيد أقل. طيب احنا المفروض نلجأ للعصائر، لبدائل العصائر الجاهزة أو المشروبات الغازية، لمشروبات طبيعية مكتوبة تحت في الكابشن. لكن لازم نقول إن المية أهمية عندنا. أهمية في إيه؟ إن البشرة الجافة أو البشرة الباهتة بنقول لازم نشرب مية، الشعر الجاف أو المتقصف بنشرب مية، الجلد اللي بيعاني من الجفاف بنشرب مية، وخلقنا من الماء كل شيء حي. إذا المية مهمة جدا جدا في حياتنا، فاحنا بنقول ممكن نشرب أكتر بس نشرب أذكى.